النهارده هنشرح أجزاء مهمة جدا. أول ما تركب العربية أنا عايزك تتعلم إزاي تظبط قعدتك عشان تعرف تسوق بشكل مرتاح. دلوقتي هنبدأ نفهم إزاي نظبط إيدينا على الدريكسيون. لو أنا قاعد مكان شخص طويل فطبيعي إن أنا دراعي يكون بعده مفروض بالشكل ده. مهم جدا إنك تبقى فاهم إزاي أظبط المراية بتاعتي. لو هي المراية بالشكل ده فطبعا هي بايظة عشان هي جايبة إيه؟ الشارع بس. زي ما انت واضح معاك كده الرسمة اللي ظاهرة معاك على الشاشة، احنا عندنا غيار أول وتاني وتالت ورابع وخامس. الخمس غيارات دول بيعملوا ايه للعربية؟ بيحركوا العربية. وكمان عندي حرف الار ده للرجوع لورا، يبقى كده برضو الار ده بيرجعني لورا. طيب يبقى كلهم بمثابة ان هو نقول عليهم بيحركوا العربية لقدام، ما عدا مين؟ ما عدا النقطة اللي في النص دي، ودي بتكون اسمها وضع المور. وضع المور باختصار كده هو الوضع المؤقت اللي هيوقفني، اللي هو لما بكون واقف بالعربية بكون لازم على وضع المور، او ان انا هدور العربية بتاعتي لازم اكون على وضع المور، لان ده الوضع الحر اللي مفيهوش حركة للعربية. تمام. ازاي اتاكد ان انا على وضع المور؟ بجيب العصايه يمين كده وبجيبها شمال، بحس ان في سوسته بترجعني تاني في النص، يبقى انا كده في وضع المور، وهي ما بين الغيار التالت وما بين الغيار الرابع. تمام. يعني انا لو حركت كده العصايه لفوق وحركت العصايه لتحت هحس ان هي ايه في النص، بيكون شكل العصايه كمان مستقيم. لو انا عايز اجيب غيار اول بدوس دبرياج وببدا اجيب اول عن طريق ان انا اخده شمال شويه واطلع فوق. زي ما انت شايف في الرسمه هي نظام ميجر، فما ينفعش ان انا امشي او الف في الايه في الفتيس بتاعي، لازم امشي نظام ميجر، هاخد شمال واطلع فوق هجيب اول. طب لو عايز اجيب تاني مش لازم ارجع مور، الاسهل بتاعي ان انا احبس العصايه بتاعتي شمال وارجع للتاني. طب لو عايز اطلع التالت ما ينفعش اخد من التاني تالت دايركت كده، ده غلط على الفتيس، هرجع مور واطلع تالت، باخدها خطوه خطوه. وانت سايق ما تحسش ان انت عايز تعمل حاجه دي بسرعه، لان كده كده العربيه بتبقى ماشيه بقوه الدفع، فخد وقتك وانت بتنقل غيار. طب لو عايز اروح للرابع هنقل ما بين التالت وادي الرابع بتاعي. طب لو عايز اجيب خامس هرجع مور برضو واخد يمين واطلع فوق. طيب اتفرج بقى على تكنيك حركه ايدي. انا بدات احرك ايدي يمين وشمال مع نظام الميجر، ما بعملش كده وابقى قافش كده واعمل بالشكل ده طبعا هيخليني ان انا مش هعرف استخدم الفتيس بشكل كويس. لازم تكون ايدك هنا بتتحرك بسلاسه مع الايه، مع الفتيس بتاعي. طب لو عايز اجيب ار، بص باخد يمين وبنزل لتحت بجيب الار بتاعي، كده الار بتاعي جه. طيب هرجع مور تاني بالشكل ده. طيب يبقى احنا كده نرجع للحته المهمه قوي، ان انا بدور العربيه دايما وبكون متاكد انها على وضع المور. طب يا ياسين لو انا نسيت مثلا مره في المرات وكنت على غير مثلا اول، او العربيه بطلت مني، هل لازم ان انا ادور العربيه على وضع المور تاني ارجع الفتيس؟ لا. بيجي هنا بقى دور مين؟ بيجي دور الدبرياج. الدبرياج هنا ليه طريقتين باختصار، او لو انا دوست لتحت كده بالشكل ده يبقى معناه ان انا فصلت حركه الغيار الاول، فاقدر ادور عادي جدا. كمان الدبرياج طول ما انا دايس عليه الفتيس هنا بيكون معايا حر، يعني اقدر انقل ما بين الغيارات براحتي جدا. طيب لو انا بقى هبدا ايه الحركه التانية، ان انا ابدا اسيب سنه سنه دبرياج. لو انا على غير اول كده وسبت سنه سنه الدبرياج هتبدا العربيه تتحرك معايا. لو انا على غير اول وسبت سنه سنه دبرياج بالشكل ده هتبدا العربيه تتحرك معايا بالشكل ده. طيب لو انت على غير اول وعايز تتحرك، ايديا الاتنين بتكون على الدركسيون بالشكل ده، ولو جيت اتحركت وحسيت ان العربيه بتتحرك وانت عملت الحركه دي فضلت ترفع رجلك سنه سنه، ممكن العربيه تبطل عادي جدا. العربيه معايا دلوقتي هي بطلت ليه؟ بطلت بسبب ان انا كنت برفع سنه سنه بس لمدى حركه النهايه، يعني للاخر خالص، فما وقفتش على الدبرياج. ايه ده؟ هو انا وانا برفع لازم اثبت على الدبرياج؟ طبعا لازم تثبت على الدبرياج. اول ما تحس ان العربيه بدات تتحرك معايا ده معناه ان انت وصلت لنقطه الاتصال، ونقطه الاتصال دي انا لازم اثبت برجلي عليها، وهيكون الوضع بالشكل ده. انا دلوقتي بالظبط حاسس ان العربيه بتتحرك فثبت على الدبرياج، استحاله العربيه تبطل معايا، عجله والتانيه والتالته هتبدا العربيه تتحرك معايا تمام. دلوقتي هنتعلم ازاي نتحرك ونقف. هنبدا نتحرك بالدبرياج زي ما اتفقنا، اول ما حسيت بنقطه الاتصال ثبت عليها، مجرد ما العربيه خدت الحركه التانيه التالته هبدا ادوس دبرياج تاني وابدا المس فرامل سنه، هتبدا العربيه تقف معايا، وقفت بشكل طبيعي.
دلوقتي هنجرب لو احنا دوسنا فرامل للاخر ايه اللي هيحصل للعربيه. لو انا دوست دبرياج ودوست فرامل بالشكل ده، هلاقي ان انا جسمي اترج معايا كده بالشكل ده، فده طبعا بسبب ان انا ضغطت الاخر الفرامل. ازاي استخدم الفرامل صح؟ لازم تكون فاهم ان الفرامل بتكون عباره عن 3 تكات، تكه اولى وتكه تانية وتكه تالتة. يبقى انا كده استخدمت كام تكه؟ 3 تكات. انا قسمتهم بالشكل ده عشان اوصل لك ان انت ما ينفعش ابدا توصل لاخر حاجه اللي هي التكه الثالثه او اخر الفرامل، لان انا لو وصلت لاخر الفرامل فده معناه ان انا بضر عربيتي من ورا، لان احنا بالذات في مصر بنسوق قريبين من بعض جدا. وانا هعلمك في الكورس بتاعي ازاي تفادي العربيه اللي قدامك، مش ان انت تقف مره واحده. وبكده يبقى احنا شرحنا في الفيديو بتاعنا ازاي نظبط القعده بتاعتنا والمرايات، وازاي نلبس الحزام، وازاي نتحرك، وازاي نقف، وشرحنا كمان الغيارات بتاعتنا.